في مداخلة تلفزيونية تقول بأننا كإسرائيل مع المغرب ظالم أو مظلوم، واستوحيت من كلمة الرئيس الراحل هواري بومدين: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. الصراع، هناك مشكلة ما بين المغرب والجزائر، ما دخل إيدي كوهين في هذه المسألة؟ هذا أمر يردده كثير من الجزائريين. أنا أطرح لك أسئلة أراها تتردد كثيرا في شبكات التواصل الاجتماعي، بماذا تجيب؟ من فمك أدينك، يعني أكيد مش لا أقصد أن أجرحك، لكن ذات المنطق، ذات الخطاب التي تقول منذ دقائق في جزائريين متعاطفين مع فلسطينيين وهذا حقهم، وأقول هذا حقهم. نعم. أنا متعاطف حتى النخاع مع الشعب المغربي، مع المغاربة تاريخا، ومتعاطف في عندي مئات الأسباب ليش أنا متعاطف معهم. نعم أقولها وأكرر، أنا متعاطف مع الجزائر، مع المملكة ليش عفوا؟ خليك متعاطف مع الجزائر، ليش عفوا؟ لا بس أكرر أنه أنا لست ضد الشعب الجزائري، وعندي أصدقاء وأنا على تواصل مع جزائريين، لكن أنا متعاطف كثيرا مع المغرب ومع جلالة الملك. هذا شيء يعني داخل قلبي. وإذا بدك تسألني ليش، اسمح لي، هذا أمر كشخص، إيدي كشخص أتكلم مع إيدي كإعلامي. ما هي، لماذا أنت تتكلم بأن شبكات التواصل الاجتماعي فيها كثير من الجزائريين يعبرون حقدهم، وقلت على اليهود وليس على إسرائيل فقط، لكن أيضا هناك مواقع عبر شبكات التواصل الاجتماعي تنسب، هناك أسماء، هويات إسرائيلية كذا كأنها إسرائيلية. لا أستطيع أن أجزم. أنت تعرف بأن هذا العالم يستطيع واحد عايش في الموزمبيق أو أي مكان يفتح اسمي إيدي كوهين، شيء عجيب. ولكن لو نأخذ هذا نجد هناك تعاطف كبير كأنه مع المغرب ضد الجزائر في هذا الصراع، وانت تقول أنك لست ضد الشعب الجزائري، وفي نفس الوقت تقول أنني تعاطف مع الشعب المغربي، رغم أنه لا يوجد صراع ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي، هناك أزمات بين حكومات وأنظمة. لا شوف، أول شيء ما هي الأسباب؟ أنت قلتها كمان، هناك الكثير من الإسرائيليين وأنا بعضهم متعاطفين مع المغرب. ليش؟ أول شيء خلينا نقول الأسباب، مش يعني هيك شيء إجا من السماء. أول شيء نرجع للأربعينات، جلالة الملك رحمه الله محمد الخامس أنقذ يهود من براثين النازية. نحن لا يمكن، نحن مش ناكرين جميل زي آخرين لا أريد أن نسميهم. نحن من أنقذ روح يهودية واحدة، نحن نشكره وعرفان طول الحياة. هذا أولا. ثانيا، هنا في إسرائيل أكثر من يعني قريبا لمليون يهودي من أصول مغربية وبيحكوا المغربية، ولحديد الآن عندهم ثقافتهم. ويعني شو بدي أقول لك، الكثير من الإسرائيليين مع مغاربة. المغرب دائما في عندك شوارع على اسم مراكش، كازابلانكا، دار البيضاء، جلالة الملك حسن الخامس، محمد الخامس، الملك حسن. يعني عندك كتير شو بيسموها الثقافة المغربية داخل المجتمع الإسرائيلي. والإسرائيليين دائما حتى قبل اتفاق إبراهيم كانوا على تواصل مع مغربيين وكانوا يزوروا المغرب. يعني في السنوات 30-40 هناك علاقات كانت وراء الكواليس دائما.